السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، كيف حالكم؟ كنتمنىكم بخير على خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتكم عبد الله فاتي. فيديو اليوم إن شاء الله هو كيك، لكن ماشي الكيك اللي جديد، لكن فاش غنديرو هو الجديد. كيك في الليمون، بالليمون وفي الليمون ان شاء الله، بالبرتقال وفي البرتقاله. كنتمنى يعجبكم ان شاء الله الاقتراح ديالي اللي هو جديد وحصري على قناتكم عبد الله فاتي. بقاو معايا باش نشوفوا المقادير ان شاء الله. بسم الله على بركة الله. كمقادير غنحتاجو اول حاجه الليمون نوع اللي يكون كبير، يعني ديال الاكل يكون حلو اكيد. غادي نجيبوه، غنحيدو ليه القلب ديالو كامل، غنخويو الليمونه من الداخل، وحنا نحافظوا على الليمونه ملي نكونوا نخويوها غير بشويه، حيت السكين تكون الراس ديالها ماضيه وتكون مزيانه. نخويوها ونحتفظوا بداك القلب ديال الليمون وداك العصير اللي غينزل منه، راه هو اللي غنستعملوه منه واحد الكاس في قلب الخليط ديال الكيك ديالنا ديال اليوم ان شاء الله رب العالمين. كيف ما كتشوفوا مبين معايا في الصور، كناخذوا منه كاس وكنخليو الباقي غنحتاجوه من بعد ان شاء الله رب العالمين. كمقادير ان شاء الله غنحتاجوا الكيك ديالنا كاس ديال السكر سنيده مملوء، وغنحتاجوا ان شاء الله كاس ديال الزيت ما عامرش يعني ماشي مملوء، وغنحتاجوا 2 معالق ديال الماء، وغنحتاجوا كاس ديال عصير الليمون، عصير برتقال، وغنحتاجوا 4 البيضات، ولا كانوا البيض عندكم كبار غير 3. غنحتاجوا 2 ديال اكياس ديال البيكين باودر او خميره الحلويات، وواحد كيس ديال الشوكولا باودر، وغنحتاجوا الدقيق. نوع ديال الحلويات هذا شيء اكيد. وبسم الله على بركه الله غادي نبداو ان شاء الله نخلطوا المقادير ديالنا مع بعضهم. غادي نجيبوا ان شاء الله الاناء ديال العمل، وغادي نحطوا فيه البيض ديالنا. هو اول شيء 4 ديال البيضات ديالي بدرجه حراره المطبخ اكيد، وغادي نصبوا عليهم الكاس ديال السكر سنيده مملوء، كنكررها مملوء، وغادي نخلطوا الخليط مع بعضه. وهنا انا ما استعملتش الفانيليا، انا استغنيت عليها حيت عندي ندير الكيك ديالي في قلب الليمون ودايره في عصير الليمون. الا بغيتوا تستعملوا فانيليا استعملوها، غتعطي طعم فانيليا زوين. بغيتوا تستعملوا برش الليمون استعملوا برش الليمون، كيبقى لكم الاختيار. هنايا كنضيف الزيت ديالي، وكنضيف كاس ديال عصير ديال الليمون، وكنضيف هذاك القبصه ديال الملح، وكنخلط الخليط ديالي مع بعضه. وغنبدا ان شاء الله من بعد ما نضيف دوك 2 معالق الماء، غنبدا نضيف ان شاء الله الدقيق ديالنا. غنبداو نضيفوا الدقيق كيف ما عودتكم بالكاس، وغنقول لكم شحال من كاس استعملت ان شاء الله رب العالمين. هنا 2 معالق ديال الماء. كيبقى لكم اختيار، كاين اللي كيفضل يدير الخل يديروا، انا ما تنديرش الخل وما تنحبدوش في الكيك ديالي نهائيا، كيبقى الاختيار للناس كل واحد وذوقه. هنا غنضيفوا اول كاس ديال الدقيق ان شاء الله رب العالمين، وغادي نخلطوا، وغادي نضيفوا هنا ثاني كاس. هي الكيك ديالي حملات لي 3 ديال الكؤوس، هذا ثالث كاس لكن ما عامرينش الاخير كما كتشوفوا مبين في الصور. حملت لي 3 ديال الكؤوس ما عامرينش غير مملوئين. غنخلطوا الخليط كامل، وغنضيفوا ان شاء الله من بعد البيكين باودر ديالنا 2 الاكياس ديال البيكين باودر او خميره الحلويات. ومني غنخلطوا نكملوا ان شاء الله غادي نقسموا الخليط ديالنا ديال الكيك ل2 ديال الاجزاء ان شاء الله. خليكم معايا. كتشوفوا القوام ديال الكيك لازم يكون بحال هكا. بعد ما ضفنا البيكين باودر ديالنا غادي نقسموا الخليط كيف ما قلت لكم من قبل ان شاء الله، باش الجزء اللي غادي كاين واحد الجزء نضيفوا ليه البودر ديال الكاكاو، الكيس ديال البودر ديال الكاكاو، وكيس نعتذر، والجزء الاخر نخليه على اللون ديالو ديال البرتقال.
وغادي نخلطوا الخليط ديالنا مع داك البودر ديال الكاكاو، ومن بعد غادي نجيبو ان شاء الله واحد الملعقه، وغادي نبداو ان شاء الله نصبوا الخليط ديالنا في الليمون اللي فضيناه من القلب ديالو، اللي غنكونوا جبناه واحد الصينيه ديال الفرن بايركس اللي ما كتلصقش، ما كتحرق والو في الفرن، وكنحطوا فيها داك الليمون ديالنا اللي غادي نملؤوه ان شاء الله. ودرت حتى واحد البومبلوموس اللي خويتها ودرتها حتى هي كيف ما كتشوفوا مبين لكم في الصوره. وغنبدا هنايا نحط الخليط ديالي، غادي نخلطهم بزوج مع بعضهم في قلب الليمون، يعني غندير الخليط الابيض وغندير الخليط ديال الكاكاو ديال الشوكولا كذلك. للاشاره فقط، اللي كيبغي الكيك ديالو يجيه ما ناشفش، يخلي كيف ما الشكل اللي خليت انا الليمون من الداخل، هذه فقط نصيحه. اللي كيبغي الكيك ديالو يجيه ناشف ما يخليش الليمون في الداخل ابدا، يعني حيدها حتى يولي داك الداخل يولي ابيض، يعني نظفها حتى يولي الداخل ديالها ابيض. ويمكن ليه لان بكل سهوله يمكن ليه يحيد هذاك البقايا. انا كنبغي الكيك يجيني شويه يعني ساذج شويه، ما يجيش داك الكيك اللي ناشف، لهذا عادي خليت شويه القليل فقط، لان الليمون كيعطينا الماء. مكملين كيف ما كتشوفوا معايا في الصور، كنصبوا الخليط ديالنا في هاد الاثناء ان شاء الله. غادي خصنا نشعلوا الفرن ديالنا على درجه 180 بحال غنطيبوا فيه كيك عادي. وغنجيبوا واحد الصينيه اللي كتكون هي ديال الفران، دوك الصواني ديال الفران العاديين، غادي نحطوا في قلبها الماء، نجيبوا ماء عادي كيف ما يكون نحطوه في هذاك الصينيه، لان بغينا هذاك الماء يتبخر وبغينا يعطينا داك البخار في الفرن ديالنا، باش داك القشر ديال الليمون يبقى طري، ما بغيناش يبس او يعني ما يتكمش، يبقى الشكل ديالو جميل، حيت بغينا الشكل حتى ديال الليمونه من برا يبقى جميل، لان غنقدموها في صحن التقديم كيف ما هي. لهذا من الافضل دار هذاك الماء باش يعطينا داك البخار كيف ما غتشوفوا معايا ان شاء الله في الصور، غادي تبين لكم بعد قليل. واشاره اخرى، ما تملؤوش الليمونه بالخليط كامل، لان الخليط ديال الكيك غادي مازال يخمر معنا، غادي يتنفخ، فمن الاحسن تخليو مجال فين غادي تطلع الكيك، باش ما يطلع لكمش الكيك على برا ويطلع يعني يتكب في الصينيه ديال الفرن. من الافضل ما يتملؤوش، يعني يجي منفوخ لكن ما يجيناش كتير خارج على برا، من الافضل تخلي واحد المساحه. ومن بعد ما كملنا غادي ناخذ الصينيه ديالنا اللي فيها الليمون، غنحطوها في قلب الصينيه اللي فيها الماء في الفرن. انتم غتشوفوا ان شاء الله في الصور تتبين لكم كل شيء كيف ما شرحت من قبل، باش يطلع داك البخار. والبقايا اللي بقى ليا ديال العجين ديالي درتها في الصينيه ديال الكاب كيك، ودخلتهم كذلك الفرن. وجبت داك الليمون اللي او داك القلب ديال الليمون اللي حيت من الداخل، جبتو درتو في قلب واحد الكاسرول، وزدت عليه السكر سنيده ان شاء الله، وغنديرو فوق النار نخليوهم يعطيونا واحد السيرو، ونخليهم يغليو شي شويه مزيان، ومن بعد غادي نصفيوه وناخذوا غير الماء ديالو، ناخذوا غير داك السيرو يعني اللي هو سائل، وغنحيدو داك البقايا كلهم نستغنيو عليهم، ونردو داك السيرو عاود مره اخرى على النار يغلي قليل. وغادي ان شاء الله نحطوه في واحد الصحن صغيره اللي غترافق الكيك، او زليفه صغار باش ما بغينا داك السيرو ديال الليمون. وغادي نضيف ليه قطع ديال الشوكولا كيف ما غتشوفوا مبين معكم في الصور، كيف ما هو سخون غنضيف ليه قطع ديال الشوكولا، غتعطينا واحد اللذه رائعه. الشوكولا غيدوب في وسط داك الليمون يعطي واحد اللذه رائعه. هذا كيبقى اختياري باش ترافقوا به الكيك ديالكم، وكيبقى الاختيار ليكم كيفاش بغيتوا ترافقوها، النوع ديال صوص الشوكولا او واش ما بغيتوا ترافقوها، كيبقى الاختيار ليكم.
ومن بعد كنخرجوا الكيك ديالنا من الفرن اللي كياخذ معنا تقريبا يعني من 45 حتى لساعة تقريبا في الفرن على درجة 180. من بعد ملي كيطيب لينا مزيان، بغيتو تطلعوه شويه الفوق يتحمر شويه يمكن لكم، ما بغيتوش كتكتفي بكما هو وتتخرجوه، فهو كيكون مزيان طيب مزيان. كيف ما كتشوفوا معايا الشكل ديالو جا رائع جدا. الفكره اللي هي فكره ام عبد الله فاتي، كنتمناها تعجبكم وتنال رضاكم. يمكن لكم تستعملوها في حفلات اعياد الميلاد ديال الوليدات، يمكن لكم تستعملوها للضيوف كمفاجاه تقدموا لهم الليمون فاذا به هو كيك. يعني فكره جميله جدا، كنتمنى تعجبكم وتنال رضاكم. وكيف ما كتشوفوا غادي نقطع معكم الليمونه باش تشوفوا كيفاش الشكل ديالها من الداخل كيجي. كيف كتشوفوا الليمونه ما محروقه من التحت، ما فيها حتى شي حاجه، طابت وشكلها زوين ما خسرت ما والو. انتما كتشوفوا كاين لي شويه ديال العجين مثلا طلعت كتير ونزلت في الجنب ديالها، لكن اغلبيتهم كانوا عاديين. كيف كتشوفوا الشكل ديالها من الداخل رائع. انا هنا تسامحوني انا كنت كنصور في التقديم بيد وحده، ما استطعتش نقطع لان خصني جوج اليدين باش نشد ونقطع، فحطيت على ما قطعت لكم عاد رجعت صورت لكم. المهم الشكل ديالها راه كيحكي عنها. اهم شيء تردوا ليها البال وهي كتستوي في الفرن، تخليوها تستوي مزيان، لان خصها تنشف من تحت ديالها ما تجيكمش باقيه فيها الماء. او الا خفتوا يعني تنقيو. هنا راه سقيت الكيك ديالي بشويه كتبان لكم بحال هكا بشويه من داك السيرو. غنحل لكم وحده من بعد، ما غاديش نسقيها باش تشوفوا كيفاش الشكل ديالها. كيجي رائع ومدهش يعني كشكل تقدموا للناس. هنا غادي نقطع معكم داك البومبلوموز. انا عطيتكم الفكره وكيبقى لكم نتوما تبدعوا. شوفوا هذه ما سقيتهاش، شوفوها ناشفه وطيبه مزيان من الداخل كي كتشوفوا. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم وينال رضاكم. كنشكركم على حسن التتبع وكنرحب بكل شخص جديد معايا وانضم لقناتي وقناتكم. كنقول لهم مرحبا والف مرحبا بك. انا ما كنقول لكم ديروا لايك ولا نقول لكم اشتركوا او اي شيء، كيبقى هذا الشيء ليكم. اللي عجبتكم القناه اكيد راه غتجيو ليها يعني دون شك. فمرحبا بكم والف مرحبا وشكرا لكم. احبكم في الله ومع الف 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 سلامه، ونخليكم مع الصور.